قصيدة تحت عنوان حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله. القصيدة مدح للنبي صلى الله عليه وآله، ثم تعريج إلى تنبيه وإرشاد لكل مسلم ومسلمة لم يأخذوا بتعاليم النبي كما أحب النبي صلى الله عليه وآله. القصيدة واضحة تماما، واضحة بكلماتها من جهة عربية، وواضحة بأدلتها، وفيها من الشفافية ما ستدركونه عندما تسمعونها. أرجو من كل مسلم ومسلمة عندما يسمعون كلماتي أن يتفكروا، يتأملوا فيما أقول، فما أقوله هو ليس إلا مقتبس ومأخوذ من آيات الكتاب ومن روايات النبي صلى الله عليه وآله، على أمل أن يكون فيها عظة لنا وللمسلمين جميعا، وفيها عبرة أيضا لكل إنسان يحب أن يكون من المرضيين عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يثني القلب عن إقباله عذل وإن ضاه القنا بنباله. ما كان يثني القلب عن إقباله عذل وإن ضاه القنا بنباله. لو كانت العذال تبلغ غاية ما خط في شرع الهوى اسم الواله. لو كانت العذال تبلغ غاية ما خط في شرع الهوى اسم الواله. أهواه معترفا بأني قاصر بل أعجز الألباب وصف كماله. لا غرو إن سجد الجمال لحسنه. لا غرو إن سجد الجمال لحسنه والكون أحنى هامه لجلاله. وتنقبت شمس الضحى لما زهى في غرة المختار نور جماله. من دون كل الأنبياء اختصه بخليفة ما في الورى كمثاله. لكن أمته أرادت غير ما رام النبي وما اقتدت بفعاله. يا أيها السني لا تك غافلا عما أراد الطهر في أقواله. يا أيها السني لا تك غافلا عما أراد الطهر في أقواله. لم كان يكثر ذكر فضل المرتضى. لم كان يكثر ذكر فضل المرتضى في حله إن حل أو ترحاله. أو ينطق المختار حرفا عن هوى حاشاه. أو ينطق المختار حرفا عن هوى. أولم يكن وحيا جميع مقاله. اليوم أكملت استنر بضيائها فالمرتضى للدين شرط كماله. ورضيت لم يرضى الإله لمسلم دينا بغير المرتضى وبآله. هي آية نزلت عقيب مقالة لبى بها المختار أمر جلاله. من كنت مولاه تواتر نقله وكذا حديث الدار سل عن حاله. خطب البتول الأولان فخيبا قبل الوصي ولم يفه بسؤاله. خطب البتول الأولان فخيبا قبل الوصي ولم يفه بسؤاله. آخاه دون سواه تنبيها على معنى وأنفسنا فجل بخصاله. لترى صفات المصطفى وصفاته سيان كل خلاله كخلاله. ما الإرث قل لي في علي وارثي. ما الإرث قل لي في علي وارثي. ومنعتم قبلا وراثة ماله. أنظرت في معنى علي لحمه لحمي أما استرعاك نظم مثاله. ماذا أراد بقول أنت خليفتي وعلى ما دل حديث خصف نعاله.
أو ما تواتر نص إني تارك ويل لمن باع الهدى بضلاله. كيف ارتضيتم أن توالوا غيره والله قال تمسكوا بحباله. كيف ارتضيتم أن توالوا غيره والله قال تمسكوا بحباله. كم قال صاحبكم أقيلوني أما فكرت آنا في مفاد مقاله. لم يصرح في أبي بكر كما في المرتضى ليبين واقع حاله. لو كان يرضاه الخليفة بعده لم في البراءة عاد عن إرساله. لو كان يرضاه الخليفة بعده لم في البراءة عاد عن إرساله. عمر يقول هلكت لولا المرتضى يعني الوصي أحق من أمثاله. سل آية أمن لا يهدي يا أخي فبها يميز الحق من إبطاله. وبقوله إلا المودة منهل يروي سليم القلب صفو زلاله. فلقد روى جل الرواة نزولها حتى البخاري أنها في آله. سأل النبي مودة القربى وهل في ظلم بضعته جواب سؤاله. سأل النبي مودة القربى وهل في ظلم بضعته جواب سؤاله. لم ينقل التاريخ أية زلة للمرتضى حاشا ظلال نعاله. لم يهجه حتى الذي عاداه إذ لم يبغضوه سوى لسر كماله. بل أجمع العلماء على أن العلا بفناء أبي حسن مناخ رحاله. بل أجمع العلماء على أن العلا بفناء أبي حسن مناخ رحاله. وكفاهما غضب البتول عليهما نص الصحاح ويا لهول وباله. غضب الإله يحل إن غضبت وذا خبر صحيح إن تسل عن حاله. في مولد المختار أرسل دعوة أنا في مولد المختار أرسل دعوة طمعا بذي عقل رهين عقاله. طمعا بذي عقل رهين عقاله. فإذا اهتدى فالله يغفر ما مضى وإذا استبد بما استقر بباله. فلينتظر يوم الحساب ويا له يوم يشيب الطفل من أهواله. هل يدخل الفردوس جاحد حيدر أم أنه سيساق في أغلاله. أما الموالي للوصي المرتضى فالطهر بشره بحسن مآله. أما الموالي للوصي المرتضى فالطهر بشره بحسن مآله. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما روت كتبنا وأحاديثكم وسننكم ومسانيدكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي وشيعته خير البرية.